فيديو اعلان الزمالك لمدير الفني الجديد سقطه في تاريخ الكره المصريه، والدراما المصريه بريئه منه ليوم الدين. احنا الملوك، احنا زمالك. بص يا جماعه، طالما مش قادر تنفذ الفكره عشان الامكانيات مش موجوده، يبقى غير الفكره على طول. الفيديو التقديمي ده فيه كوارث تهز عرش الصناعه والدراما المصريه لسنين كتير، واعتقد ان الاعلان اللي كان فيه سهم بيسقط الشعار الاحمر اللي بيرمز للنادي الاهلي، للاسف السهم ده بقى رد في صدر كل واحد شارك في المهزله الاعلانيه اللي حصلت بالشكل ده. وهنا بقى ندخل في الموضوع على طول، بس اول حاجه لازم تعمل لي لايك وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، عشان اللي جاي طرش وكيكو ما بيهزرش. خش بالانترو. تعالى بقى يا معلم اوريك اول واسوأ مشهد في تاريخ اي اعلان تقديمي لاي لاعب في اي دولة في العالم. خش نشوف. هنا البي داخل في اول الفيديو وفوق مروحه سقف. حضرتك بكل بساطه عامل فكره بربع جنيه مخروم بينقط خرا على دماغ كل جهبذ شارك في الفيديو ده. عايز اسال سؤال، كهرباء ايه اللي كانت موجوده ايام الصليبيين؟ ومروحه كمان، بس انت ما قلتلناش المروحه دي فريش ولا تشيبه ولا نوعها ايه؟ ويا ترى جايبها تقسيط ولا كاش؟ لا بقى، ده انت كده فاجر قوي، ويا ريتها جت على كده. دي لسه البدايه. تعال نخش على اللي بعده. الحدث التاني بقى وهو اللوكيشن بتاع التصوير. انا عايز اعرف مين الجهبذ اللي اختار اللوكيشن ده. يعني رايح تعمل لي اعلان في نزله السمان؟ ده انت حتى لو عندك فكره مش قادر تخدمها باختياراتك الصح. والله العظيم انا متاكد ان انتوا كنتوا مأجرين الحصان ده ساعه وكنتوا خايفين لا الحصان يتسحب منكم في نص الاعلان وما تعرفوش تكملوه. نيجي بقى لاخر اوسخ وافشخ، وهات كل الكلام اللي عندك وحطه على المشهد ده. قسما بالله اللي عمل المشهد ده لازم يتحاكم محاكمه في ميدان عام ويتخوزق زي ما خوزقوا سليمان الحلبي. خد عندك بقى يا معلم كم الاسقاطات اللي في المشهد العالمي ده. اول حاجه لفتت انتباهي في الاعلان ده ان هم ملبسين المدير الفني لبس صليبيين اللي هم كانوا محتلين مصر اصلا. ايوه زي ما بقول لك كده، ما هو انت واحد من المصريين وناديك بيعبر عن مصر. وعلى فكره انت شعارك نادي الحريه والكرامه اللي انت مسحت بيهم الارض في الاعلان ده. والله زي ما بقول لك كده. بص يا معلم، انت بتقدم مديرك الفني بلبس الصليبيين اللي هزمهم صلاح الدين الايوبي اللي كان شعاره النسر ساعتها، واللي بالمناسبه انتصر في الاخر وانتصر انتصار كاسح كل الناس عارفاه. يعني انت يوم ما فكرت يا جهبذ وفكرت تعمل فكره، ما فكرتش تلبسه اي حاجه تعبر عنك، لبس عربي، لبس فرعوني، اي حاجه يا اخي تعبر عن المصريين. وسبت بقى كل ده ويوم ما فكرت تختار، اخترت لبس ناس كانوا محتلينك. كل ده عشان تعمل اسقاط القوس والسهم اللي بيوقع الاشاره الحمراء اللي بترمز للنادي المنافس بتاعك. وما خدتش بالك ان السيناريو اللي انت رسمته ده اصلا فاز بيه صلاح الدين الايوبي اللي اصلا كان شعاره النسر اللي انت بتحاول تعمل اسقاط عليه. وبالمناسبه يا عزيزي، السيناريو ده بندرسه من اولى ابتدائي يا جدع، يعني كل الاطفال عارفاه مش الناس الكبار بس. وصلاح الدين هزم الصليبيين، هزمهم فين؟ في موقعة حطين، ولا همه تخين، خلى ليلتهم طين. قولوا بقى قولوا بقى قولوا بقى. بصراحة فريق عمل كرياتيف قوي قوي قوي، عجبني الفكره. بص بقى، اللي اعرفه طالما انت مش قادر تنفذ الفكره صح عشان ما عندكش الامكانيات، يبقى تغير الفكره على طول. طالما مش مذاكرين الفكره ولا عارفين دلائلها ولا اسقاطاتها، يبقى تغيرها على طول. ما تضحكوش الناس علينا. او يا عم اعمل حاجه بسيطه، نزل صوره المدير الفني واكتب عليها عنوان صغير، مثل بسيط: الزمالك يتعاقد مع يانيك فير. اهي فكره كرياتيف اهي، وكده بقت فل قوي مرضيه. انما بقى تحاول تعمل نفسك ان انت حد عظيم وياما هنا وياما هناك وتحاول تنافس وانت ما عندكش حتى اصلا افكار بربع جنيه، ساعتها على طول هيطلع شكلك زي ما طلع في الاعلان بتاع المدير الفني كده بالظبط. ما تنساش بقى يا عزيزي اللايك والشير، وقول لنا في التعليقات رايك في الاعلان وهل عجبك ولا لا. سلام.